يا حلوين، عاملين ايه؟ عامله لكم النهارده وصفه سهله جدا جدا وبمكونين اتنين بس. هنعمل الحليب المحلى المكثف. اهم حاجه ما تنسوش تعملوا اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعكم. ويلا بينا نبدا الطريقه ونقول بسم الله وعلى بركه الله. انا كل اللي هستخدمه في الوصفه دي مكونين اتنين بس: اللبن والسكر. اهم حاجه في الوصفه دي ان نوع اللبن يكون دسم سيكه، يعني دسم شويه صغيرين. تمام كده تمام كده. حطيت لتر من اللبن، واهم حاجه اللبن يكون يعني بارد، ما يكونش سخن. تمام كده. بعد كده هنزل عليهم بكوبايه من السكر. الكوبايه دي عباره عن يعني مقدارها قد ايه، ربع كيلو، اللي هي المج الكبير. بعد كده هحطه عليهم، وهبدأ هنا اللي انا اقلب اللبن مع السكر قبل ما احطهم على النار. ليه الخطوة دي بعملها؟ علشان خاطر لو حطيتها على النار وانا لسه ما قلبتوش ممكن السكر يتحرق من تحت. هفضل اللي انا اقلب فيها لحد ما الاقي ان السكر داب. هبدأ هنا اللي انا احطها على النار. اهم حاجة هنا اول ما احطها على النار مش هحطها على درجة حرارة عالية، لا مش هخلي النار عالية، هخليها برضو وسط. يعني اول ما احطها هتبقى النار وسط. هبدأ برضو اللي انا افضل اقلب فيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، علشان خاطر برضو لو في سكر مترسب تحت ما تحرقش الحلة وتعمل ريحة شياط. عشان خاطر لو عمل ريحة شياط هيعمل طعم وحش قوي في الحليب المحلى. لحد كده الدنيا زي الفل معانا وماشية معاكم الخطوات واحدة واحدة. اول ما هيبدا انه يغلي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي ههدي عليه النار خالص، وهفضل ان انا اقلب فيها. يعني مش هسيب ايدي بقى منها. كل دقيقتين كده هخش اقلبها. واهم حاجه اجيب اللي تحت، يعني اقلبها من تحت خالص علشان خاطر ما تلزقش برضو في الحله من تحت. مدة السوى اللي قعد فيها الحليب المحلى قعد بالظبط نص ساعة، ممكن نص ساعة و5 دقايق، ما اخدش وقت كتير خالص الصراحة من اول ما بدأ انه يغلي، والدنيا بدأت تبقى سهلة. عامله لكم بقى ليه؟ علشان اليومين الجايين ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض كده وصفات حلوه بيه، وسهله كمان وسريعه. هتلاقوه بقى كده وانا بقلب فيه، هتلاقوا بدا ان هو يتقل سيكه، وهتلاقوا كمان ان هو بدا لونه انه يصفر شويه. اهم حاجه ان احنا كل شويه نفضل ان احنا كده ندخل ونقلب فيه واحده واحده كده وبشويش، والنار بتاعتنا هاديه. هنطفي بقى عليه امتى يا ساره؟ هنطفي عليه لما تلاقوا القوام بتاعه بدا انه يتقل شويه. لما يوصل القوام، بصوا القوام اللي انتوا شايفينه دون، انتوا هتحسوه وانتوا شغالين وانتوا بتقلبوا فيه، لانه كمان لما بيبرد بيجمد. يعني لما بيبرد هتلاقوه هو تقل سيكه، يعني هتشوفوه في الاخر كده هتلاقوه بقى تقل، وده كده لمعه كده حلوه كده، اللي هي لمعه بقى الحليب المحلى. ما حطيناش فيه اي حاجه غير السكر واللبن بس. في ناس بتحط اضافات اخرى بس انا الصراحه ما بحبش احط فيه الا اللبن والسكر. طريقته سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. انا هنا اهو بوريه لكم، كنت لسه عاملاه يا دوبك وما كانش كمان هنا تقل. اهم حاجه عاوزه اعرف التريكات اللي بتعملوا بيها ايه. الحليب المحلى المكثف بتعملوه بالمكونين دول ولا بتضيفوا عليه اضافات اخرى وبتعملوه بالطريقه التانية؟ في ليه طريقه تانية برضو بيتعمل بيها، لو عايزينها برضو اكتبوا لي في الكومنتات تحت، بس دي الطريقه السهله. اهم حاجه ان انتوا بتنسوا تعملوه، تنسوا تعملوا لايك والشير، وتكتبوا لي بتتابعوني منين. وما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. واحد وتصل لايك I love you اشتركوا وصلنا على النبي.